واخيرا لاسينيسيس كيدير تحديث اللي غادي يرضي الجميع. من بعد التحديث اللي داروا لاسينيسيس في الايام الاخيره واللي ولا الولوج لتطبيق ماسينيسيس عبر البطاقه الوطنيه الرقميه باستخدام NFC. وهذا الشيء اللي خلى العديد من مستخدمين التطبيق يلقاو مشكله في تسجيل الدخول، وخصوصا اللي ما عندهمش تليفون كيدعم NFC واللي ما قدروش يفعلوا الهويه الرقميه في الهاتف، وبقاو الناس ما قادرينش يوصلوا للمعطيات ديالهم ولا يتبعوا الحسابات ديالهم، وخصوصا اللي ما عندهمش تليفون كيدعم NFC واللي ما قدروش يفعلوا الهويه الرقميه في الهاتف. حتى البارح صندوق الضمان الاجتماعي كيدير تحديث جديد اللي من خلاله كيضيف طريقه ثانيه لتسجيل الدخول باستخدام رمز التحقيق OTP اللي كيوصلك في الهاتف. يعني حتى الا ما عندكش NFC في الهاتف ولا ما قدرتيش تفعل الهويه الرقميه، تقدر تدخل للحساب ديالك بطريقه سهله وبسيطه. ما عليك غير تتبع الفيديو من الاول حتى الاخر. غادي نشرح لكم خطوه بخطوه كيفاش تدخلوا لحسابكم في ماسينيسيس باستخدام رمز التحقيق. واخا هادشي ما دخلش في المحتوى اللي كنقدم في مجال البناء، الا انه بعض المستخدمين في المجال لقاو صعوبه في تسجيل الدخول. داكشي علاش قلت نبارطاجي معكم هذه المعلومه اللي غادي تفيد بزاف ديال الاخوان، وغادي نطلب منكم اللي شاف هذا الفيديو يبارطاجيه باش نحاولوا نوصلوا المعلومه لاكبر عدد ديال الاخوان. اول حاجه كتمشي للبلاي ستور، تقلب على التطبيق ديال لاسينيسيس. اذا كان عندك مانستالي من قبل كدير له ميزاجور، اولا من الاحسن تمسحو تعاود تانستالي. ملي كتانستالي لابليكاسيون كتلقى الواجهه على هذا الشكل هذا. في التحديث اللي قديم كنا كنلقاو تسجيل الدخول عبر هويتي الرقميه هي اللي كاينه. في التحديث الجديد تزادت هاد تسجيل الدخول عبر رقم التحقق. غادي ندير اوكي رقم التسجيل. غادي ندخل رقم التسجيل ديالي، كندخل رقم التسجيل كندير التالي. هنا كيطلب مني رقم الهاتف، غادي ندير رقم الهاتف كذلك. ندير التالي. هنا كيطلب مني كلمه المرور. هاد كلمه المرور داك الكود اللي كنت طلبت من لاسينيسيس. كندير كلمه المرور هنا، وهنا كيطلب مني داك رمز التحقيق. من بعد ما كندخل رقم الهاتف كندير التالي. هنا صيفطوا لي رمز التحقيق مكون من 6 ديال الارقام، كنديرو في هاد الخانات اللي لتحت، وهنا كنديرهم بجوج. كندير دخول الحساب. هنا كيدخلني مباشره للحساب ديالي، وهنا كيدخلني مباشره للحساب ديالي. يعني هذه هي الطريقه سهله وبسيطه. بقى حاجه وحده اللي في التحديث هذا، هي الا خرجت مثلا، لا خرجت خصني نعاود نفس العمليه، ماشي كما كان التطبيق من قبل كان كيبقى مسجل فقط. كيطلب منك كل ما كان كيبقى الرقم مسجل كيبقى يطلب منك فقط الكود باش تدخل كل مره. دابا حاليا هاد العمليه فيما بغيتي تدخل خصك دير نفس العمليه من الاول. واش مازال غتجي في تحديث واحد اخر ولا غتبقى بنفس الطريقه؟ هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. نتمنى نكون قدمت شي معلومه اللي يستافد منها الجميع. تحياتي للجميع، السلام عليكم.